مرحبا، رح أوريكم اليوم كيف نعمل كوكيز تشيز كيك. أنا قبل في حسابي قدمت 3 أنواع من التشيز كيك تقدروا ترجعوا. حقيقي أتمنى إنكم تركزوا في المحتوى اللي أنا بقدمه أكتر من أي أشياء شخصية، لأنكم مرة حتستفيدوا إن شاء الله من حسابي. طيب كيف حنعمل هذه الوصفة؟ أول حاجة رح أعمل عجينة كوكيز، بعد كده حعمل التشيز كيك وحوريكم كيف حنطبقهم على بعض. انا بعمل الكوكيز بالطريقه التقليديه، بس في معلومه حابه اقول لكم هي بس في الاول نخلط البيض والزبده والسكر البني بالخلاط اذا تحب، بعد كده نعجن باليد. النتائج مره تفرق في الاخير. بعد ما ضفت الدقيق والبيكنج صودا والملح، ضفت الشوكليت شيب عجنتها. دحين حتركها في الثلاجه قبل ما اخلص التشيز كيك. المرحلة الثانية في هذا الحالة حنعمل التشيز كيك. حنحتاج له جبنة كريمية، أنا حابة الفيلادلفيا، المفروض ساور كريم بس ما لقيت، حاخذ زبادي. قلت لكم قبل إنه الساور كريم نقدر نستبدلها بزبادي أو كريمة خفق معصور عليها ليمونة، نص ليمونة عفوا. عندي كوب سكر، 3 بيضات، حاستخدم معجون الفانيلا ويدرم ويبلي النكهة فقط، وملعقتين دقيق عشان يمسك الخليط. لقاعدة التشيز كيك حطيت كوبين بسكوت مطحون و100 جرام زبدة مذابة، ملعقة سكر بني وملعقة قشطة يخليها تنماسك كويس. تقدروا تعملوا للقاعدة أوريو، بسكوت أوريو كفكرة برضو لو تحبوا، بس أنا أفضل الدايجستيف دايما. الحين راح أحط القاعدة في الثلاجة عبال ما أخلص خلطة التشيز. بس بدي أقول لكم حطيت ورق زبدة عشان يسهل في الخروج معي بعدين. نصيحة في التشيز كيك عشان يطلع شكله مرتب في الأخير، نخفق أول حاجة الجبن الحال وبعدين نضيف الساور كريم أو الزبادي وهكذا. ضفت كل المكونات بالتدريج. الحين راح أضيف البيض كمان، البيض على جنب كده مع الفانيلا حفكته، هضيفه بالتدريج. إذا تحبوا طبقة التشيز تكون مرتفعة كده وفخمة زي ما عملتها آخر مرة، تضاعف الكمية. أنا اليوم عملت نص المقدار. طيب بالنسبة للكوكيز إما إنه نفرده على ورق زبدة ونقلبه على طبقة التشيز، أو نقطعه وصلة ونحطه على طبقة التشيز. أنا أخذت المقاس تقريبا وفردته. دحين راح أقلبه على التشيز كيك. دحين راح أدخل الفرن من 45 دقيقة ل50 دقيقة على حرارة متوسطة. بس قبل ما أدخل الفرن لبسته ب3 طبقات قصدير عشان ما ينحرق البسكوت، لأنه هيجلس فترة مرة طويلة. شوفوا كيف دحين بعد ما خرجت من الفرن خليتها في الثلاجة تبرد، وزينتها بعد ما بردت بخطوط من النوتيلا بكيس الحلواني.